كنا فريق المريخ، انا المدير الفني، رايحين نلعب الزمالك. طبعا المفروض يحضر 5000 متفرج، عشان المريخ كان وقتها يعني مش من الفرق الكبيره، يعني فرقه عاديه يعني. لما دخلت الملعب لقيت 80,000 متفرج في الملعب، انا جالي ذهول. ايه ده؟ دول جايين لنا احنا يعني؟ المفروض مش قوي كده يعني. المهم ايه، انا مرتبك شويه. معانا كان اداري دمه خفيف قوي اسمه محمد عبد المنعم، مشهور هو في بورسعيد بالملوح كده، واد شربات الله يرحمه. ضرب غطس بدري يعني وهو صغير يعني مش كبير. المهم قال لي معايا نص حبايه مهدئه تاخدها يا كابتن؟ قلت له هاتها. خدت النص حبايه وشويه شاي كده. ما فيش 10 دقايق لقيت نفسي ايه بقول اجمع الفرقه. فقلت لهم ده الزمالك دي فرقه تعبانه قوي، ما عندهمش فكره عن الكوره، وانتوا هتنزلوا تكسروا الدنيا وهتكسبوهم. الزمالك معاه مين بقى؟ ايمانويل، جمال عبد الحميد، اللي ما عندهمش فكره، وفرقه مصيبه، فرقه داهيه. المهم ايه، وانتوا هتكسروا الدنيا، انتوا ابطال، انزلوا يلا. لسه داخل الملعب رحت عامل علامه النصر بايدي كده، ان ايدي تنزل ابدا، واكل شتيمه انا من الجمهور. نزل ايدك يا فقوسه يا ابني يا ابني. نو انا كده. المهم نزلوا لي ايدي. انا مالك في ايه؟ هم في ايه؟ مش عارف انا. المهم قعدت على الكرسي على الدكه، حسيت ان انا قاعد باربع رجلين، 2 مفرودين و2 على الارض. انا هنا حسيت ان دي المصيبه السوداء اللي حصلت لي. رحت مطلع سيجار وقاعد منفوخ قوي قوي بقى، عظمه بقى، الملك فاروق مثلا قاعد يتفرج على ماتش واشرب السيجار. المهم كلنا 3 تجوان في 10 دقايق، وكل جون يدخل اقوم اسقف.